السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أكلة ووصفة سهلة. عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة. هعمل معاكم النهاردة طبق ريزو تحفة زي ما انتوا شايفين كده، شكله وطعمه حكاية. ده طبعا ولادنا بيشتروه بالشيء الفلاني، هنعمله لهم النهاردة. هنعمله بطريقة حلوة كمان، ضامنين نظافته علشان عاملينه بإيدينا في البيت. هنعمله أحلى وأجمل من بتاع بره، كمان أوفر بكتير. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول ونشوف هنعمله ازاي. معايا صدر فرخة. الريزو اللي هنعمله النهاردة مش هيحتاج اكتر من كده. هنقسم الصدر نصين زي ما انتوا شايفين كده، ممكن تقسميها على 3 مفيش مشكلة، بس انا عايزاها تبقى شرايح محملة كده شوية. هنقطعها شرايح بالعرض زي ما انتوا شايفين. ممكن تعمليها كمان بربع فرخة واحد بس، هيعمل معاك 4 اطباق حلوين قوي. خلاص كده انا خلصت تقطيع الفراخ. هشيلهم بقى وهحطهم في البولة علشان نعمل لهم التتبيلة. هحط عليهم رشة من الكمون، حوالي نص معلقة صغيرة، رشة من الفلفل الاسود، ورشة من البابريكا، ورشة من الشطة، وربع معلقة من السبع بهارات، ومعلقة من الماجي، ومعلقة من الثوم البودر. هقلب بقى الكلام ده كله كويس قوي بايدي. زي ما انتوا شايفين لازم ندعك البهارات كويس قوي مع الفراخ. هركنها على جنب على ما تتشرب التتبيلة. بعد كده هجيب بولة تانية وهنحط جنبها طبق علشان هنقسم الدقيق. هحط في البولة معلقتين 3 من الدقيق، والطبق قد 5-6 معالق من الدقيق. هحط بقى من نفس التوابل هنا وهنا علشان ما ناخدش وقت. حطيت رشة من الكمون، ورشة من الفلفل الاسود، ورشة من السبع بهارات، ورشة من البابريكا، وحوالي معلقة كبيرة من ماجي او معلقتين صغيرين. بعد كده هحط حوالي معلقة كبيرة من دبس الرمان، وهعصر عليه ليمونة، ودي طبعا اختياري. اللي ما بيحبش الليمون يحطه مع دبس الرمان يشيله. بعد كده معايا كيس فيجيتار هحطه في البولة، وهحط الشوية اللي فاضلين مع الدقيق. هنيجي بقى على الشوية اللي في البولة وهنحط عليهم مج كبير من المية. طبعا انت هتظبطي بقى المية على قد حجم الفراخ اللي انت عاملاها. انا هنا خدت مج مية واحد بس. حطيته طبعا على مراحل علشان الدقيق ما تبقاش سائلة اوي، وكمان ما تبقاش يابسة اوي. هي كده معايا بقت مظبوطة خالص. بعد كده هحط حوالي معلقة كبيرة من صوص الباربيكيو، كمان حوالي معلقة كبيرة من الكاتشب. هنقلب بقى الكلام ده كله كويس قوي مع بعض. هجيب قطع الفراخ وهحطها الاول في العجينة اللي احنا عاملينها دي، بعد كده هحطها في الدقيق المبخر. هغرقها كويس قوي وهرصها جنب بعضها. خلاص كده خلصت. هنقلبها بقى على الوش التاني وهنلفها كويس قوي بالدقيق. هنقعد بقى نحرك فيها بالدقيق كده، وبعد كده هنفضها لحد ما تخرز معانا بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. انا عملت معاكم شوية، مش هعمل تاني بقى. هروح بقى الاول اطبخ الرز علشان على ما نحمر الستريبس يكون الرز استوى. معايا حلة على النار هحط فيها شوية من الزيت وشوية من مكعبات الزبدة. طبعا انت هتحطي المادة الدهنية على قد الرز اللي انت هتطبخيه. خلاص كده اول ما السمنة تسيح كويس هنزل عليها بحوالي معلقتين من الكاتشب، كمان معلقتين كبار من الصويا صوص، ومعلقتين كبار من دبس الرمان، وحبة من البابريكا، كمان شوية من الفلفل الاسود، ومعلقة من الثوم البودر، ومعلقة من الكاري، ومكعبين من ماجي. هتقولوا بتحطي مرقة دجاج كتير؟ ايوه، هي الاكلة دي معتمدة على مرقة الدجاج كتير. بعد كده هحط حوالي نص معلقة صغيرة من الملح. هنخليهم بقى يغلوا كويس اوي مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنزل عليهم بالرز على طول. الرز مغسول ومتصفي كويس.
هحط عليه بقى المية على طول. هنقلبه بقى كويس اوي وهنظبط له المية. بعد كده هغطيه وهسيبه يستوي. هياخد غلوة واحدة وهدي عليه النار واسيبه يستوي براحته. بعد كده في طاسة على النار حاطة فيها شوية حلوين من الزيت، وهنزل على طول بقطع الستريبس. لازم الزيت يكون سخن كويس قوي. بعد ما نرص فيه الستريبس هنخليه على نار وسط. خلاص خلصت اول رصة، واول ما هيتشمع هنحركه بالمعلقة شوية. نحاول نحركه كده شوية علشان الزيت يخش فيه من جميع الاتجاهات. بعد كده هنقلبه على طول اول ما ياخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. هسيبه لحد ما هيصفر وهطلعه على طول. ما نسيبوش طبعا لحد ما يحمر قوي علشان ما ينشفش جامد. في الوقت ده بيكون الرز طبعا بيستوي وبيتشرب. على ما نخلص الستريبس هيكون استوى ان شاء الله. هخلص انا الباقي وهرجع لكم تاني علشان ما اطولش عليكم. خلاص كده انا خلصت وغرفت الرز وقطعت الستريبس زي ما انتوا شايفين كده بالمقص. وزي ما قلت لكم صدر فرخة هيعمل معانا كمية حلوة قوي. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الاطباق وشها مليان. الكمية اللي على الوش بزيادة كمان فيهم طبقين كبار زي ما انتوا شايفين. هحط شوية من الباربيكيو وشوية من الكاتشب زي ما بتفضلوا بقى. لو حابين الباربيكيو بس مفيش مشكلة، حابين الكاتشب بس بيبقى حلو قوي، حابين الاتنين مع بعض مفيش مشكلة. هي اذواق وانا بعمل لكل واحد طلبه اللي هو عايزه. زي ما انتوا شايفين الكمية كافية قوي. ولادنا طبعا بيشتروا الطبق على وشه 5-6 حتت. احنا هنا طبعا مضاعفين الكمية. زي ما انتوا شايفين بجد ريحته حلوة قوي. لونه جميل جدا. طعمه حكاية احسن من الجاهز بكتير. كفاية ان احنا عاملينه في البيت بايدينا وضامنين نظافة كل حاجة. بنبقى مكسلين في الاول نقوم نعمل الحاجة، بس اول ما بنقوم ونبتدي فيها بنلاقيها خلصت معانا على طول وما بتاخدش معانا وقت خالص. وبكده ابقى خلصت معاكم وصفة النهاردة اطباق الريزو. اتمنى الطريقة تكون عجبتكم، اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم، وبألف هنا وشفا.